السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا كيف ما قريتوا في العنوان بزاف الاخوان اللي تعقدوا من هاد الالمان هذوك، يقول لك خويا المانيا العنصريه، خويا الالمان معنصرين، خويا الشيف ديالي، خويا واحد خينا كنعرفو، واحد خيتي كنعرفها. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندويو على هذا الموضوع هذا، وغادي ندويو اصلا وغادي نشوفوا واش كاينه فعلا العنصريه في المانيا ولا ما كايناش. غنشوفوا سبق لي تعرضت للعنصريه ولا لا، وحالة ما تعرض لها الانسان شنو هو اللي خاصو يدير، وكيفاش بخلاصه خويا كيفاش تجنب المواقف ديال العنصريه. الا كنتي جديد معنا في لاشين مرحبا بك اخويا، اشترك في القناه ديالي وفعل داك الجرس باش يوصلوك اي فيديو، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا كتب لي في كومونتير. كيف ما قلت لكم الاخوان بزاف الناس كيقول لك اخويا الالمان العنصريه، الالمان العنصريه، والمشكل الكبير ملي كتجي كطريح مع بنادم خويا واش انت في المانيا كيقول لك لا، قالوا لي شي واحد باغي يجي تيقول لي فلان لا ما تجيش الالمان راه العنصريه راه كذا. خويا صاحبي صاحبتي، الا ما عشتيش انت شي حاجه متبقاش تقول لا راه هذا قال لي ولا شي حاجه. كما واحد المثل كيقولوا لي الوالد تيقول لي شوف الحق الباطل، الحق الباطل، الحق الباطل، تعاود لي 3 المرات. شفتي شي حاجه راه حق اخويا، سمعتي راه باطل. غنقول لك كاين واحد القوم اخويا اللي ما كيبغيش بنادم الخير، اخو ما كيبغيش ليه الخير. بلا ما نجبدوا عاوتاني ديك الفيديوهات ديال داك خالك ولا خالتك. انا كندوي على الخوت ما كيبغيوش لبعضياتهم الخير. باش كاين خلينا من داك خالك اللي كيجي عندك في الصيف ويقول لك والله ولد اختي الى اوروبا ما بقى فيها ما يدار، والله ولد اختي، والله بنت اختي الى اوروبا شوفها اوروبا ما بقى فيها ما يدار، كذا كذا. كيدوز معاك شهر 7 ولا شهر 8 كيسالي شهر 9 رجع عاوتاني خدم 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 خدم. هو الصيف والله ولد اختي اوروبا. صاحبي صاحبتي طلع وجرب وعيش وشوف، ما غاديش تخسر والو. في كلا الحالتين غادي تستافد ولا غادي تستافد. كيف ما قلنا هذا البلان هذا ديال العنصريه بزاف الاخوان، العنصريه اصلا كله كيفاش كيعرفها. راه خاصك تعرف شنو هي العنصريه. ماشي مثلا اخويا انت مشيتي عند شي واحد وقلتي لي راه بغيت هادي وبغيتها بحال هكا على داك الذوق ديالك وهو قال لك لا، تقول لا دخلك في العنصريه. انا كندوي على العنصريه ديال شي حاجه. العنصريه انا بالنسبه لي هي ملي كتمشي اخويا انا ونتايا، فهمتي، انا ونتايا بحال شوف نساليه ما عندك لا صاحبك لا معارف لا حتى شي حاجه، مشي للمقاطعه اخويا تبغي ورقه واحد فينا ياخذ، هي انا انت عاد تاخذها والاخر ما ياخذهاش. هذيك تسمى هي عندي العنصريه. في البلاد السعيده ما كايناش اخويا، كتمشي اي بيرو اخويا اللي بغيتي تاخذ شي ورقه ولا بغيتي تمشي للسبيطار ولا بغيتي دير شي حاجه اخويا ما كاين لا عنصريه لا والو. ما غاديش نعمو بطبيعه الحال. كاينين بعض الاخوان كيف ما قلت لك العنصريه كاينه فين ما مشيتي، غير هي كل واحد وكيفاش يعني كل واحد وكيفاش عنده هو العنصريه. راه في المغرب كيف ما قلت لكم كنت دويت فيها واحد الفيديو في كازا اخويا. انا في كازا كنت ولد كازا كابر عايش في كازا، والديا ولاد كازا، كلشي ولاد كازا. شنو تيجي بنادم كتسمع هذه في ودنك، كتسمعها في ودنك اصاحبي وكتشوف بعينك بنادم ولد كازا، والبنادم تيكون اصلا ماشي ولد كازا، كيكون هو غير ديجا جاي من شي بلاد اخرى. تيقول لك والعربيه عمرو كازا، وجباله عمرو كازا، والعربي اللي ما عنده ما يدار، والشلوح عمرو كازا وكذا. وهذه راه هي العنصريه. تصور معايا نتايا هذا السيد هذا اللي تيقول لك هو في المغرب لغه وحده، دين واحد، عرق واحد، كل شيء بحال تيقول لك فلان والعربيه عمرو كازا، وجباله عمرو وكذا. راه هذه هي قمه العنصريه اخويا. انا صراحه هذا الشيء هذا عمرني تعرضت ليه، الحمد لله رضات الوالدين اخويا. وكنت عارف شوف خاصك تعرف عاوتاني واحد الحاجه، بنادم كيكونش عارف اللغه ما كيعرفش يوصل شي واحد ميساج ما كيجاوبوش يقول لك العنصريه. الالمان ما يضيعش معاك وقته اخويا، ما يبقاش يدو يجيب معاك في الهضره. وصلتي ليه الميساج راه غادي يعطيك الجواب، ما وصلتيش ليه الميساج غيقول لك فلان الله عايز يسربك بجوج كلمات، انت غتحس بالحقنه غتقول العنصريه. الا كنتي عارف اخويا في هاد البلاد، عارف القانون ديالهم، عارف لغتهم، ضابط المسائل ديالك اخويا، والله اخويا لا غادي تعيش ما غادي تحس لا بالعنصريه لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء هذا ماشي كنقولوا افتخار انا راني واعر في الالمانيه ولا راني القانون حافظه ولا شي حاجه. المهم عارف اخويا داكشي اللي عليا وداكشي اللي ليا ما عمرني الحمد لله تعرضت ليها. وكيف ما اللون ديال البشره ديالي ماشي شي واحد اللي زعار عيني زرقاء ولا شي حاجه عن بالي الماني، باين اجنبي بلا ما نغطيو الغربال الرمله بالغربال وشي لعبه بحال هكذا. يعني العرب باينين عربي باين عربي، الماني باين الماني، فهمت. ولكن كيف ما قلت لك كدير اخويا داك القانون ديالك، كدير اخويا ديك المسائل اللي خاصهم يداروا. والله سيدي والله لا ما تشوف شي عنصريه ولا شي حاجه من هاد القبيله. في حاله ما شي واحد تعرض للعنصريه سير اخويا شوف اقرب بوست غادي يبان لك ديال البوليس سير عنده. الا كنتي نتايا الا كانت السيد يعني دار معك العنصريه والله سيدي تاخذ حقك، والله لا تاخذ حقك. الا كنتي نتايا يعني الا كان هو اللي خطا، الا كنتي نتايا ما درتيش شي حاجه وهو اللي خطا وحسيتي بالعنصريه سير عند البوليس والله تاخذ حقك. وكيف ما عارفين الخوت المهم انت راك جاي لهاد البلاد هذه كلها والهدف ديالو علاش جاي لهاد البلاد هذه
خذ اخويا داك الهدف ديالك، خدم اخويا على داك خدم على الطريق ديالك اللي باغي تشد انت. كما قلت لكم كله علاش جاي مغرب، راه كله كاين اللي مغرب على الفلوس، كاين اللي مغرب على الصحه، كاين اللي مغرب يعني على الدين، كاين اللي مغرب يعني على اش غادي نقول لكم. المهم راكم فهمتوني. كاين اللي داك الجنس وداك التخربيق كامل، كل واحد وعلاش مغرب اخويا. كاين اللي بزاف باغي راحه البال اخويا. ما يمكنش انت باغي راحه البال غادي تغرب اخويا، غادي تجي المانيا وتبدا تقول لا العنصريه وكذا، راه ما غاديش يمكن. انت باغي راحه البال داخل سوق راسك، ما كتمشي اخويا ما كتمشي لديك المجامع المفرطه ديالنا طير، ديك المجامع ما كتمشيش ليهم والله فين توصلك اخويا شي عنصريه. ما يمكنش انت غادي في الطريق شاد الطريق ديالك ولا شاد التران ديالك، مخلص التيكيته ديالك، مخلص شاد بالك الضو مثلا. حيت كاين واحد القضيه هذه والله العظيم الا واقعه. وعاود لي الدري تيقول قال لي واحد خينا مريح معاه في قهوه انا غادي بحال ما هكا وصل الفيروج ستوب، هو شاعل الاحمر وهذاك المغربي غادي باغي يقطع الشيباني بدا كيغوت عليه. خونا ما كيفهمش مزيان المانيه، قال لك ما كذا، بدا تيقول لها عنصري عنصري عنصري. وانت واش السيد قال لك القانون، قال لك قطع اخويا في الخضر، انت جاي مقدم وكيكون عارف بعض المرات تيكونوا واحد القضيه بخصوص الضوء القضيه. جبنا هذا الموضوع هذا ديال الضوء الاحمر. الا كنت اخويا ولا اختي بان لك شي دري صغير بطبيعه الحال بعض المرات تيكون بنادم مزربان ولا شي حاجه كيبغي يقطع، ولكن الا بان لك شي دري صغير ولا بنت صغيره واقفين في ستوب يعني باغي انت هما يقطعوا، وما تجيش مدرم وتقطع اخويا. لا خاصك انت تكون كيقول لك هما قدوه ديال الدراري، خاصك تكون زعما ماشي الدري الصغير واقف كيتسنى في الضوء الخضر انت بالك الضوء الاحمر وغادي مدرم وغادي كتجري. لا هنا راه شوف ماشي غادي تعرض غير للعنصريه راه غادي يعطيوك اخويا الغرامه والعنصريه وقادروا تيرحلوك. علاش جات معاك انك انت ما احترمتيش اخويا القانون. يعني كيف ما قلت لكم هذه العنصريه كل واحد وكيفاش كيدير. انا غادي نقول لك اخويا في اي بلاد مشيتي راه فيه الناس الزوينين وفيه الناس الخايبين، ولكن الا كنتي محترم راسك وكدير اخويا عارف القانون ديالك، عارف داكشي اللي ليك واللي عليك، والله سيدي لا ما غاديش تعرض للعنصريه. اي واحد قال لك كلمه غادي تعطيه كلمه، بالك هذاك الشيء ما منطابقش راه غادي تمشي للبوليس غادي ديكلاري غادي تاخذ حقك. هذا الشيء اللي كاين وراه واضح. اخترقتي القانون اخويا وشي واحد بدا كيغوت عليك ولا شي حاجه، هذا ما كتسماش العنصريه، كيسميوك اخويا هادو باغيين يربيوك باغيين يربيوك بهذا المعنى هذا. ونقدر نكون عاوتاني انا وقيلا في المدينه اللي ساكن فيها، يعني المهم صراحه ساكن انا في مدينه في السونتر، كاينين بزاف كيقول لك لا الشرقيه اخويا الشرقيه فيها العنصريه داكشي. خويا قال لك الشرقيه فيها العنصريه ما اش داك لانت ما تمشيش اخويا. الالمار كبيره فيها 16 ولايه ودور اخويا من الشرق الغربه ولا كي تيقول انت دوره شمالا وجنوبا. دوك البلاصه اللي فيهم اخويا ديك الشرقيه فيها قال لك فيها العنصريين وما تمشيش لا اخويا. كاينين مدينات اخويا فين كنصح انا صراحه كنصح اي واحد باغي يجي لالمان كيجي اخويا نوردهاين فيستفالن الانرفي. هذا الانرفي هذا شوف والله اخويا انت غادي تعيش سليم وبخير ترونكيل، ما تحسش بالعنصريه، ما تحسش اصلا بديك الغربه وداك الشيء اللي كيعاود لك بنادم. شوف راه ما تشوفش كحل الراس غتمشي للغربه ما كاينش الجوامع ما كاينش هادشي كامل ما كاينش اخويا. هذه هضره خاويه، حنا تندويو على الواقع شنو هو فيه. كندوي معكم الخوت داكشي التجربه اللي عشت انا راه ما معاودينش ليا، جيت وشفت وعشت اخويا ودرت الالمان كامله صراحه. كنتمنى تكون استفدتي في الفيديو هذا. استفدتي ما تبخلش عليه شي زر لايك. نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.